ميزانية 1300 جنيه للشهر شاملة كل حاجة. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا ست الكل نشوف ميزانية النهاردة 1300 جنيه للشهر بناء على طلب متابعة. هي شاملة كل حاجة، ما عندهاش تموين او هي ما بعتتليش عندها تموين ولا لا، بس انا الحمد لله بامر الله يعني خلاص انا ظبطت الميزانيه. يلا بينا نشوف الميزانيه بنودها ايه. اول حاجه طبعا بنطلعها الصدقه. ربنا بيبارك لك في كل حاجه، بيبارك لك في اكلك في شربك في صحتك وصحه اولادك وكل حاجه. لازم يا بنات تطلعوا الصدقه ايا كان الميزانيه بتاعتكم ايه، لازم تطلعي الصدقه. وكل ما الميزانيه بتاعتك كانت اقتصاديه وطلعتي منها الصدقه كل ما هي زادت في ايديكي. يلا بينا نشوف كده. اول بند معانا هو بند السوبر ماركت. هنشوف هنجيب ايه. هجيب 7 كيلو رز. كيلو الرز ب 24 جنيه يبقى 168 جنيه. هجيب كمان 6 كيلو مكرونه. الكيلو ب 20 جنيه يبقى 6 كيلو ب 120 جنيه. هاتي الرز انصاص، هاتي كمان المكرونه انصاص عشان تقدري تستخدمي على قد الوجبه بتاعتك. هجيب كمان علبه سمنه اللي هي كيلو ب 55 جنيه. هجيب ازازة زيت ب65 جنيه. هجيب كمان برطمان صلصة صغير ب10 جنيه. ازازة خل ب10 جنيه. هجيب كمان لوبيا ب10 جنيه. عدس اصفر او عدس بجبة، شوفي احتياجك بتحبي ايه، ب10 جنيه كمان. وهجيب كيلو دي ب18 جنيه. هجيب ب5 جنيه فلفل اسود. هجيب ب6 جنيه ملح. هجيب ب5 جنيه كمون. انا عملتلك بند السوبر ماركت 500 جنيه. ظبطي بقى شوفي انت عندك ايه. لو عندك تموين هيبقى عندك زيت سمنه سكر دقيق. لو عندك تموين هتبتدي ان انت توفري كتير. ما عندكيش خلاص ابتدي اعمل احتياجات بيتي على قد الوجبه عشان ما فيش حاجه تترمي. يلا بينا نروح على البند اللي بعد كده. بند المنظفات. زي ما قلنا يا بنات في جميع الميزانيات بتاعتنا المنظفات هاتيها سايبه بتبقى اوفر واحسن. وبصي يعني تحس ده كميتها كمان بتبقى اكتر. بند المنظفات بتاعي هجيب ايه. هجيب 4 صابون سايل ب20 جنيه. هجيب 4 صابونه الواحده ب8 يبقى ب32 جنيه. هجيب كلور ب5 جنيه. نص كيلو فنيك ب3 جنيه. هجيب كمان 2 كيلو اكتف اوتوماتيك ب50 جنيه. اللي ما يعرفش يا بنات الاكتف الاوتوماتيك ده مسحوق للغسالات الاوتوماتيك اسمه اكتف. اكتف ده الكيلو ب25 جنيه، حلو جدا بينضف وكمان ريحته جميله. هجيب كمان سلك ب5 جنيه. بند المنظفات هيعمل معايا بالظبط 115 جنيه. لو انت ما جبتيش المنظفات سايبه وابتديتي جبتيها من اي مكان تاني هتصرفي كتير قوي. يلا بينا نروح على بند الفاكهه وهو 100 جنيه. كل اسبوع 25 جنيه. قسميها ظبطيها. الفاكهه ما تجيبيش الفاكهه غاليه قوي، على قد ما قدرت يا بنات عشان ال 1300 جنيه يكفوني الشهر كله. قسمت الميزانيه بتاعتي اقتصاديه كل بند على قد ما قدرت. نروح على البند اللي بعد كده وبند الخضار. اهم حاجه عندنا في الميزانيه الخضار. اساسيات بيتنا طماطم بطاطس بصل، هي اساسيات البيت عندنا. هجيب 5 كيلو طماطم. الكيلو ب6 جنيه. 5 كيلو ب30 جنيه. بديكي الاسعار كل منطقه غير التانيه يا بنات. 4 كيلو بطاطس لو الكيلو ب10 يبقى ب40 جنيه. 2 كيلو بصل لو الكيلو ب15 يبقى 30 جنيه. هجيب كمان نص كيلو ليمون ب5 جنيه. الليمون عندي ب10 جنيه يا بنات وب12. هجيب ملوخيه ب10 جنيه. هجيب كوسه ب10 جنيه. هجيب كمان بتنجان ب10 جنيه. هجيب خيار ب10 جنيه. هجيب جزر ب10 جنيه. نص كيلو فلفل رومي ب4 جنيه. خضار بقى تجيبي خضار مثلا ايه فاصوليا اي حاجه انت عايزاها ب40 جنيه. عملتلك ليه لوحده كده 40 جنيه. قسميهم بقى انصاص يعني مثلا ايه هاتي نص فاصوليا. هاتي مثلا ايه لو موسم السبانخ هاتي ربطه سبانخ. يعني شوفي كده ظبطي الميزانيه بتاعتك. بند الخضار 199 جنيه يعني 200 جنيه. عايزه تقسميها اسبوعيا يبقى كل اسبوع 50 جنيه. عايزه تجيبي الحاجه كده زي ما انت تحبي. هنروح لبعد كده بند الفطار والعشاء. نص كيلو جبنه قريش ب30 جنيه.
3 علب جبنه بيضه اللي هي دومتي اللي ب 16 جنيه هجيب 3 ب 48 جنيه. جبنه بالطماطم يا بنات موفره جدا. الجبنه القريش لما بتجيبيها وبتقطعي عليها خيار تقطعي عليها طماطم وحبه زيت اللهم بارك من قطعه صغيره جبنه قريش بتملالك البيت كله. كمان لازم تعرفي توفري وتدبري ان انت تعملي الفطار والعشاء بتاعك سندوتشات. هجيب كمان بيض ب50 جنيه هيبقى نص طبق لان دلوقتي البيض رخص يا بنات. هبتدي اعمل بقى شكشوكه، هعمل عجه، هعمل بيض اومليت بالخضار. هجيب نص كيلو فول تدميس ب15 جنيه. ادمس الفول عندي في البيت يا بنات اوفر واحسن بكتير، وابتدي اقسمه في اكياس ثلاجه في الفريزر. ابتدي اطلع على قد الوجبه بتاعتي اذا كان فطاري اذا كان عشايا زي ما تحبي، كل يوم على قد ما تقدري نوعي في نوع الفول اللي انت بتعمليه. هجيب كمان نص كيلو فول مدشوش ب15 جنيه. نعمل احلى عجه بقى ونعيش حلو قوي سندوتشات نعمل احلى عجينه طعميه يا بنات، عجينه طعميه. هنعمل احلى عجينه طعميه، نعمل سندوتشات بقى طعميه وعليها طماطم بتبقى حلوه قوي اذا كانت في الفطار او في العشاء. هجيب قمح بليله ب10 جنيه. نعمل لهم برده كل واحد كده طبق بليله صغير او كوبايه بليله صغير، دي مشبعه جدا يا بنات. كمان اللي بيساعد معانا في بند الفطار والعشاء البطاطس، هاتي بطاطس وكمان اسلقيها حلوه قوي. يبقى بند الفطار والعشاء عمل معايا 168 جنيه. حاولي على قد ما تقدري تبتدي تعملي سندوتشات عشان تبقى اوفر لك واحسن لك بكتير يا بنات، علشان يعني الميزانيه تبقى معاكي اكتر من كده، فاهماني؟ هنروح لاخر بند معانا وهو بند اللحوم 200 جنيه. على قد ما قدرت يا بنات، ميزانيه اقتصاديه، ما قدرتش اعمل في بند اللحوم اكتر من كده عشان كنت هقصر في انهي بند. ما ينفعش تقصري في اي بند من البنود اللي فاتت. هجيب كيلو اجنحه ب45 جنيه يا بنات. الفراخ رخصت كتير قوي عندي، هنا مكتوب عليها 58 جنيه الكيلو، الله اعلم صح ولا لا عشان انا يعني كان عندي فما جبتش، بس هي مكتوب على المحل من بره كده الكيلو ب58 جنيه. قولي لي وصلت عندك بكام؟ هجيب كمان نص كيلو كبد وقوانص ب40 جنيه. هبتدي اعمل بقى رز بالكبد والقوانص، اعمل كبد وقوانص صينيه ومعاها رز ابيض او رز بشعريه. هجيب ربع كيلو مفروم ب60 جنيه. المفروم احتياجاته كتير واصنافه كتير قوي، لسه منزله لك الفيديو اللي فات 30 وصفه او 30 اكله اقتصاديه باللحمه المفرومه، ادخلي هتفيدك كتير جدا جدا جدا. كمان لو عايزه تعصجي وتعملي مكرونه بشاميل لو تقعد معاكي يومين هتبقى اوفر لك واحسن لك. هجيب كمان كبده ب40 جنيه ايا كانت الكبده، اذا كانت عصافيري او اذا كانت شرايح بالرده. لو كبده عصافيري طبعا انت بتضعفيها بالفلفل، كمان بتضعفيها بالبصل، وبتظبطي الدنيا وتعملي مثلا كل واحد طبق مكرونه عليه حبه كبده، والحمد لله يبقى بيتك مليان خير وبركه. بند اللحوم اللي انا قلت لك عليه ده عمل معايا 185 جنيه. انا خليت لك لبند اللحوم 200 جنيه. شوفي الاسعار عندك ايه. باقي من الميزانيه 17 جنيه، يبقى ميزانيه 1300 جنيه للشهر شامله كل حاجه بدون تموين. بيتك مليان خير وبركه. ازاي تظبطي ميزانيه بيتك وازاي تقسميها وازاي تقدري في كل بند من البنود تخلي مبلغ معين. كمان يا بنات انزلوا اسبوعيا، هاتي حاجتك بالاسبوع، اكتبي منيو اكلات الاسبوع بتاعك وعلى اساسه تبتدي تجيبي احتياجاتك. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي، واسيبكم في حفظ الله وباي باي.